الا كان عندك العام الجاي بخومي باك ولا سيزيام، هذا الفيديو مخصص لك. السلام معكم بدر اللي يقدم لكم كونتنت اللي يعجبكم ويفيدكم في نفس الوقت. علاش ما تنساوش ديروا سبسكرايب لايك، ولا كان عندكم دي كاستيون خليهم لي في الكومنتس ولا ارسلوهم لي ميساج في الكونت انستغرام اللي تسووه حتى هو في لا ديسكريبسيون. سيزيام بخومي باك ولا باك هو اول عام في الباك. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش، ولكن الباك مقسوم على جوج، بخومي باك والدوزيام باك. حنا الباك تنقولوا على الدوزيام باك، ولكن حتى بخومي باك داخل واللي كدوز فيه اول امتحان تاع الصح تقريبا اللي هو الجهوي، واللي كيكون عنده واحد لاولاسيون ديريكت مع المسار ديالك الدراسي ورا الباك. حيت كيمثل 25% من النقطه توتال اللي كتكون عندك في الاخر ديال الباك، واللي كتيح لك انك تمشي للمدارس، تمشي للكلاس، تمشي لاي بلاصه بغيتيها. نبداو في الاول علاش خاصني نقرا هذا العام مزيان. كما قلت لكم الامتحان عنده واحد الاهميه كبيره في الحياه ولا في المسار الدراسي، ولا اللي بغى يخدم ورا الباك عنده واحد الاهميه كبيره. كما قلت لكم تمثل 25%. واخا تبان لك قليله، راها كثيره حيت تقدر تهبطك ولا تطلعك في الباك. تقدر دير الفرق ما بين شخص وشخص، شحال من واحد خلاته ينجح، شحال من واحد خلاته يسقط. يعني قد ما جبتي في هذا الامتحان مزيان قد ما غادي ترتاح في النقطه ديال الباك. وهادشي علاش كنديروا لكم حنا هاد الفيديوهات باش تكون عندكم فكره اشنو غادي تقرا من بعد، باش تجيبوا مزيان ان شاء الله وديروا داكشي اللي بغيتو. وقيلا حتى واحد ما كيختلف على الاهميه ديال الامتحان ولا الجهوي، داكشي علاش ما نطولوش فيه بزاف. عاوتاني خاصك تقرا في بروميير باك باش تولف داك الفايب ديال القرايه، داك السهر، داك لي نوي بلونش. لا الدوزيام باك، الدوزيام باك يكون شويه صعيب. علاش؟ حيت المراقبه المستمره حتى هي مهمه، حتى تمثل 25%، الوطني كيمثل 50%. يعني قد ما ولفتي داك الفايب، قد ما ولفتي القرايه بزاف في بروميير باك، غادي ترتاح ولا غادي تصيب داكشي عادي، ولا غادي تولف. بالنسبه للدوزيام باك فاش كندوي على هاد التولاف ولا هاد كتولي مولف هاد القرايه، ما كندويش غير على الكوتي بسيشيك ديال اللاف، كندوي حتى على الكوتي ديال البلاصه فين كتقرا، ديال شي دي تكنيك تعلمتيهم، مثلا بومودورو تكنيك ديال القرايه. يعني كيكون عندك واحد الخلفيه كيفاش تقرا لمده طويله. يعني الولف ما كيجيش غير بالكوتي بسيشيك يعني في الراس ديالي، ولكن كيجي بالتعلم دي تكنيك جداد، بلاصه مزيانه، مثلا دي بروف ولفتيهم كتفرج فيهم، مثلا دربتي راسك على انك تطفي التليفون وقت القرايه، ما تبقاش تفرج في الريلز، دير شي وقت هو الوقت. يعني هذا هو الولف. حيت قلتو في الفيديو اللي قبل شحال من واحد ما فهموش. خاصي بدر حنا ما مختلفينش على الاهميه ديال الامتحان الجهوي، ما مختلفينش على الاهميه ديال البروميير باك، واقتنعنا اننا خاصنا نقراو في هذا العام. واش كاينه شي حاجه ضروري خاصنا نديروها في الصيف باش نقراو ولا باش نبداو العام مزيان؟ كاين بزاف ديال الحوايج. نبداو باهم حاجه بالنسبه لي تقدر ديرها، هي تحفظ سوره يوسف كامله. الا حيدتي عليك سوره يوسف في الصيف غادي ترتاح العام، غادي تفرغ للفرنسي، العربيه، اجتماعيات، الناس اللي عندهم اجتماعيات. حتى التربيه الاسلاميه الصعوبه ديالها ولا الحاجه اللي تقدر تاخذ لك الوقت فيها هي سوره يوسف. اكثريه الناس اللي ما عندهمش مع الحفاظه بحالي، الا حيدها عليهم في الصيف وبقاو يراجعوها مع وسط العام، غادي تحيد عليهم جهد كبير وغتنفعهم بزاف. يعني اول حاجه تقدر ديرها دابا وانت في الصيف هي تبدا الحفاظه ديال سوره يوسف. واخا ما تساليهاش، المهم غير تحفظ نصها ولا ربعها، المهم تحفظ اكثر كم يمكن لك تحفظه. حيت فريمون وسط العام كتخلط عليك المات فيزيك، خاصك تجي في المراقبه، وفي نفس الوقت خاصك تراجع الفرنسي، في نفس الوقت خاصك تراجع الدروس ديال التربيه الاسلاميه. والاستاذ تيقول لكم جيو حافظينها ضروري. يعني الا حفظتوها في الصيف ترتاحوا بزاف. عاوتاني خاصكم تقراو لي باز ديال الفرنسي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي باز. هذه حاجه ضروريه بالنسبه للناس اللي عندهم ناقصين في الفرنسي ولا ما كانوش متبعين في لي زاني اللي قبل في الفرنسي. ضروري خاصهم يديروا واحد الريفيزيون ديال لي باز، الحوايج اللي ضروريين، تجمع شويه فوكابيلير، تراجع الفرنسي اللي عندك لي زاني اللي قبل. حيت كيما عارفين عندكم البرودكسيون ايكريت في الريجيونال، يعني خاصكم واحد السيل ديكريتير، خاصكم عارف قواعد ديال بزاف ديال الدروس اللي قريتهم في الاعدادي، اللي قريتهم حتى كاع في ابتدائي. يعني درتي واحد ريفيزيون في الصيف غتنفعكم بزاف. وعاوتاني ماشي كاع الدروس اللي كاينين محطوطين في الجهوي ولا اللي غتحتاج تكتب بهم برودكسيون كاينين في بروميير باك. البرودكسيون خاصها تكون نتيجه لكاع الدروس اللي قريتي في حياتك كامله ديال الفرنسي. يعني درتي واحد ريفيزيون ولا تفكرتي شي حوايج راه مزيان. واخا بدر انا بغيت نراجع هاد لي باز، ما كاينش استاذ في يوتيوب يقدر يعاوني نراجع هاد لي باز. انا كنصحكم ببروف موعد
انا كنت في الصيف راجعت شي حاجه ماشي بزاف صراحه، عجزت، ولكن كيبدا معاك من الزيرو كيمشي معاك مزيان. يعني الا بغيتي تراجع لي باز ديال الفرونسي في الصيف تفرج في بروف موعد. الصيف يمكن لك عاوتاني تاخذ فكره على لي غومون اللي غتقرا، قراهم لا بديتي، المهم تاخذ عليهم فكره، ماشي تدخل بحال اول مره تشوفهم اول مره تعرف عليهم، حتى تدخل شويه مخلوع. تقريبا قرينا غومون في طرون كومان ولكن ما ركزناش عليهم بحال اللي غتركزوا عليهم في بروميير باك. يعني الا خدتوا فكره عليهم قبل ما تدخل القرايه غادي تكون فايت الدراري اللي قارين معاك بزاف. في السيستم ديال المغرب ديال القرايه ما موالفينش على هاد لي غومون الا في السانكيام، وحتى السانكيام اساسيدا ما كيركزوش عليهم بزاف. بلا بغيتو عاوتاني شان تراجع معاكم هادشي اون جينيرال. كاينه واحد المراه اللي شان ديالها قناه تفوق بامتياز، راح كدير واحد الجهد كبير باش تعاون التلاميذ ديال بروميير باك، تشرح داكشي من الزيرو. يعني الا ما كنتي عارف حتى حاجه داكشي علاش كنصحكم بها. يمكن لك عاوتاني تقاد ولا توجد دوك الدفاتر اللي غتقاد فيهم الملخصات ديال الدروس ديال التربيه الاسلاميه، فرونسي وعربيه واجتماعيات، باش ماشي تدخل وسط العام عاد تبدا تقلب عاد يعني توجد داكشي من الاول العام. توجد واحد المذكره فيها لي نوت ديال الريجيونال ديال المواد، حيت كاين شي حوايج تيقولهم الاستاذ ولا كيقولهم الاستاذ ديال لي كور ما كيكونوش في الدرس اللي غتحتاجهم بزاف في الجهوي. يعني ضروري واحد المذكره وواحد الدفتر باش تقاد الملخصات. هادشي اللي كنقولوا لكم ماشي بالضروره ديروه كامل، حيت هادشي بزاف، الا درتو واحد ولا جوج منه راه مزيان. واخا سي بدر انا راجعت في الصيف ودخلت العام وبغيت دي بروف يوتيوب ولا دي سيت اللي يعاونوني انني نقرا مزيان في سوا في لي ماتيير سيونتيفيك سوا في لي ماتيير ديال ريجيونال. واخا نبداو بلي ماتيير سيونتيفيك. بالنسبه للفيزيك ولا بي سي طوب فيزيك شيمي، واحد الشيء اللي كتبسط بزاف الفيزيك، تقدر يكون قصر من القياس ولكن تقدر تفرج فيها قبل ما تمشي للدرس باش تكون عندك فكره اشنو غادي تقراو في القياس. يعني طوب فيزيك شيمي كيبسط بزاف الدرس، قصر من القياس ولكن الا ما كنتي عارف حتى حاجه تقدر تبدا بالفيديو ديالو عاد دوز للدرس في القسم عاد تقلب في بلايص اخرى. بالنسبه للماط كاين واحد الدري تقريبا قدي ولا كبر مني شويه، ما معروفش بزاف ولكن الشرح ديالو مزيان، غير هو كيطلع شويه النيفو. سميتو شادي، بزاف منكم ما يعرفوش ولكن الشرح ديالو مزيان وكيتطرق لكاع داكشي اللي خاصك تعرف، وحتى الشرح ديالو بحال مناسب لينا حنايا، كيشرح للتلميذ بحال الدري كيشرح للدري، ماشي الاستاذ كيشرح للتلميذ. يعني لي مونطاليتي ديال الدري مع الدري ماشي هي الاستاذ مع التلميذ، يعني بحال فشي درس ما فاهموش كيشرحوا لك صاحبك، بحال الطريقه ديال هاد شادي. يعني تفرجوا في شادي الا بغيتو تجيبوا في الماط مزيان في هاد العام. هو حق الماط والفيزيك، واخا تقولوا عندي الجهوي خصنا نقرا غير لي ماتيير ديال الجهوي، عربيه فرونسي اجتماعيات، ولكن ما تنساوش لي ماتيير سيونتيفيك حيت راه بزاف منهم كيكونوا في دوزيام باك اللي عندكم فيه الوطني، واللي ما يمكنش ترجع عليهم ولا ما يكونش عندك الوقت تراجع عليهم باش تراجعهم. يعني قراو الماط والفيزيك ولي ماتيير سيونتيفيك كاملين باش تمشيو مزيان في الدوزيام باك، ما تنساوهمش. بالنسبه لواحد السيت اللي صراحه ما عارفين، ما كنتش عارفو انا حتى داك الاخر ديال داك العام، واللي كينفع بزاف اللي سميتو صابور بي سي مات. راح في دروس في تمارين اللي غابرين، اكثريه ديال الفيزيك انا كنستعملو بزاف الفيزيك، اكثر سيت كنصحكم تدخلوا ليه. وبالنسبه للسيت الاخر حبيب الجميع حبيب الملايين، الو سكول اللي كيجمع كاع الدروس اللي تقريبا كلشي عارفو، اللي ما عرفوش كيجمع الدروس من الابتدائي حتى لي كلاس بريفا، دروس بالفيديوهات بدي زيكزارسيس كوريجي نون كوريجي الكور كامل، يعني فيه كل شيء. الروسكور غينفعكم بزاف، هذا كنقولها وكنانسيست عليها في الفيديو اللي قبل في هذا الفيديو حيت فريمون غينفعكم بزاف. تعريف التسلسل ديال الدروس، مثلا الا بغيتو تعرفوا شي درس قبل ما تمشيو تقراو في المقرر تقدروا تدخلوا للروسكور، فيه الترتيب ديال الدروس، فيه كل شيء حرفيا. هذا السيت فيه كل شيء. بالنسبه للمواد ديال الجهوي نبداو بالتربيه الاسلاميه. واحد الاستاذ سميتو صهيب تقريبا كل شيء عارفو، حرفيا داير كلشي، اي درس قلبتي عليه تصيبو، وضعيات ديال الزواج ديال الطلاق، يعني غادي يفيدكم بزاف. هو تقريبا الاستاذ الوحيد اللي في التدريب ديال التربيه الاسلاميه يفصل بزاف الدروس ديال التربيه الاسلاميه. يعني تفرجوا في صهيب الا بغيتو تجيبو مزيان في الجهوي في التربيه الاسلاميه. بالنسبه للفرونسي صراحه ما كنتش متبع شي استاذ معين، علاش؟ حيت كنت انا تندير لي كور في الفرونسي، حيت كنت شويه ناقص في الفرونسي، ولكن مره كنت نتفرج في بروف موعد ولا قناه تفوق بامتياز. بالنسبه لواحد القضيه ديال لي كور
الا كنتو ناقصين في الفرونسي ولا ناقصين في شي ماده وعندكم الامكانيه ديروا لي كور مزيان ديروهم، ما غاديش يضيعوا عليكم الوقت بزاف، حيت غالبا هاد لي ماتيير ديال الجهوي ما كيكونوش سواع بزاف في السيمانه، حيت مواد ادبيه ماشي بحال المات فيزيك غالبا كيكونوا رخاص ماشي بحال المواد اللي كليكو. الا كانت عندكم الامكانيه، نعاود الا كانت عندكم الامكانيه، الا ما كانت غير يوتيوب راه كافي وكثر من كافي، ولكن يكون عندك استاذ كتواصل معاه تسول الا كانت ناقصاك شي حاجه، والاكثريه الا كان الاستاذ اللي في لاكلاس ما كيديرش معكم كلشي. كانوا اضرابات بحال العام ديالنا حنايا راه تقريبا كل ما قريت في لي كور كاع ما كنت نقرا والو فرونسي، لا بواط راه قرينا شي 3 ديال لي شابيتر، كون صراحه ما قلتش، ولكن حتى هي ما قريناهاش بزاف، كانت في الاخر العام. بالنسبه لو ديرني جو حنا حيدوها لينا في العام ديال الاضرابات. بالنسبه للعربيه صراحه ما كاينش شي استاذ قلبت عليه وكيشرح الدروس مزيان، ولا انا على الاقل ما صبتوش، ولكن نحط لكم سميه ديال واحد الاستاذ هنايا اللي كيدير دي زيكزارسيس. هادشي في الاخر فاش تراجعوا كاع الدروس وتكونوا كتراجعوا الريجيونال تبعوا هذا الاستاذ، حيت علاش؟ حيت كيدير دي زيكزارسيس مقتطفين من الجهويات ديال الدروس اللغويه. الا بغيتي الدكتور درس لغوي تبعوا هذا الاستاذ. وبالنسبه للاجتماعيات انا تاكنو ما عنديش اجتماعيات لا في الجهوي ما كنقراهاش، اللي صراحه ما عنديش فكره شكون كيشرحها مزيان، اللي عنده شي فكره يكتبها في الكومنت باش ينفع الدراري ديال بروميير باك. اما دابا ندوزو لشي نصائح اللي استفدتهم في العام ديال بروميير باك، وصراحه اللي تمنيت شي واحد يكون قالهم ليا قبل. كما قلت لكم قبيله ضروري تجدد في الشهر ديال الملخصات ديال المواد ديال الريجيونال بحال اجتماعيات، تربيه اسلاميه، فرونسي، حتى العربيه، باش تكونوا غاديين منظمين وتصيبوا باش تراجعوا في الاخر ديال العام. النصيحه الثانيه حاولوا ما امكن تبقاو منظمين العام كامل باش حتى جيتو تراجعوا ما تصيبوش داكشي كل ورقه في جهه، كل دفتر في جهه، كل ملخص في جهه، قادو داكشي في دفتر واحد اورغانيزي مزيان، حيت في الاخر ديال العام غتلفوا وغادي توليو من ديك الروينه غادي تخلعوا اكثر، غتقول علاش عندك ما نصيبش هاد الورقه، عندك نتلف هادي، عندك ما نصيبش هادي. يعني داكشي من الاول اورغانيزيوه مزيان في شهر واحد. النصيحه الثالثه نصيحه ضروريه باش تجيبو مزيان في الجهوي، حاولوا تقراو الجهوي قبل بزاف، يعني من دابا حاولوا تقراو الجهوي. علاش؟ مثلا حاولوا ديروا ساعه في النهار ديال الجهوي حسن ما توصلوا حتى الاخر وتقراو 8 سوايع في النهار. الا قريتو بشويه غادي تشدوا داكشي مزيان وما غاديش ليكم دغيا، ما غاديش تمحنوا وما تكونش عليكم واحد الضغط في الاخر ديال العام. يعني ماشي ترتاحوا دابا وتعياو في الاخر ديال العام، ارتاحوا دابا قراو سوايع في النهار الجهوي حتى الاخر ديال العام تكونوا ساليتوا المراجعه للجهوي وتكونوا اليز مزيان، جيبوا مزيان ان شاء الله. والنصيحه الرابعه نقولوا كنعاود اللي عنده الامكانيه يدير لي كور في الفرنسي الا كان ناقص فيهم راه مزيان، باش حتى الفرونسي معامل ديال 4 وكتحل واحد ما قراش في الصغر مزيان، وضروري خاصو لي باس باش يجيب مزيان، وخاصه الا كان الاستاذ اللي في الليسي ما كيقريش مزيان ولا كاع ما كيوصل المعلومه بزاف، ولا كانوا الاضرابات الا ما كانش كيقريكم بزاف راه ضروري خاصكم لي كور الا بغيتو تمشيو مزيان. وبالنسبه لهاد الفيديو ما نركزش بزاف على الريجيونال، علاش؟ حيت غندير فيديو بوحدو اكسبيريونس ديال الريجيونال، نقول لكم لي نوت، نقول لكم نصائح، نقول لكم كيفاش تجيبوا مزيان، نقول لكم المشاكل والقصه اللي دوزت فيها انا الريجيونال. داكشي علاش ديروا اكتيفيو ضروري لا كلوش باش يوصلكم بحال هاد الفيديوهات. اخر بحال ديما ضروري واحد النصيحه اون جينيرال اللي ما كتشملش ما كتكونش فيها غير القرايه، كتشمل جميع المجالات اللي في حياتك. الا بغيتي تقاد حياتك وتمشي مزيان ركز على الدين ديالك، حيت الدين ديالك حرفيا نعمه وبزاف ديالنا ما عارفينش القيمه ديالها. قلب عرف بحث دير كاع داكشي اللي خاصك دير، كاع داكشي اللي طلب منك الله دير، كاع داكشي اللي قال لك الله بعد عليه. لا بغيتي تصلح حياتك وتمشي مزيان في هذه الحياه ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. اللي عنده الامكانيه يدير لي كور في اللونغ فرونسيز